الكماليه اللي معانا بعد كده هي الجنوط، واغلب الناس اللي بيشتروا عربيه بجنوط حديد بيبقوا عايزين يغيروها بعد كده، وفي الوقت ده مش بتغيرها من الوكيل لانه سعر الجنط في الوكيل بيبقى غالي جدا، انت بتغيرها من بره في برضو ماركات عالميه كويسه جدا ممكن تشتري منها الجنوط، يعني تضاهي الجنوط اللي ممكن تكون موجوده في العربيه نفسها، ولكن برضو سعرها بيبقى عالي جدا. فساعتها الناس بتشتري بقى الصيني والاندونيسي والحاجات المتاحه باسعار قليله دي في المتناول. يعني المشكله انه في الجنوط دي حاجتين، الحاجه الاولانيه انه مش دايما هي خامتها كويسه، يعني ممكن بمنتهى السهوله مع اي نقره او مطب صغير هتلاقي الجنط اتنى او اتكسر منك. الحاجه الثانيه ان انت لما بتشتري العربيه بالجنوط بتاعتها بتبقى معروف شكلها، ولو حصل لا قدر الله حاجه في فرده من الجنوط دي بتشتري يعني واحده بس من الوكيل. انما لو انت شاريها من بره مبدئيا ممكن تلاقي التاجر بيقول لك لا انا مش ببيع واحده، يعني هتشتري طقم. دي المشكله الاولانيه. واذا رضي اصلا يعني كان عنده مبدا ان هو يبيع يعني جنط واحد بس من الطقم دوت، ممكن اصلا انت دي يعني حاجه مش خط انتاج ثابت بينتج الشكل ده على طول، لا هو متغير. فانت ممكن تكون شاري الجنط بتاعك من سنتين ثلاثه، تيجي تدور على الشكل بتاعه اصلا ما تلاقيهوش. ففي الوقت ده هتضطر تشوه عربيتك بان انت تحط لها جنط حديد وتمشي بيه، او ان انت تبقى مضطر تغير الطقم كله، فيبقى انت برضو ما وفرتش حاجه. فالافضل من الاول لو انت هتقدر تشتري العربيه اللي فيها الفئه بتاعتها فيها جنوط سبور اشتريها عشان توفر على نفسك كل المشاكل دي.